طبعًا هنسوي الزيادة بالطريقة دي كده بالضبط، ويا ريت بعد ما تسويها كده ما تنزّلهاش على ضهرها على طول، لأ خلّيها على وشها تقريبًا 5 دقايق. وهنا قُلت هاعمل كمان واحدة برضه، بس بدل ما هافتح فتحتين بس هافتح 3 فتحات فيها. المهم فتحتها بالطريقة دي بالضبط، وأنا بافضّل إن إحنا نفتح 3 فتحات مش فتحتين بس، وده هيساعد في إن الحشو يكون موجود في كل حتة في الإكليرز. المهم جِبت القمع كده وبدأت أنزل فيهم ال3 بالطريقة دي كده بالضبط، وأول ما تقلت في إيدي كده خلاص عرفت إن هي اتملت، جِبت حاجة كده وبدأت أسويها وبس وحطيتها في الشوكولاتة، وده كان شكلها شوف هي إزاي مليانة من جوّه بحشو الباسترو كريم. وبس يا صديقي لحد هنا كانت نهاية الفيديو بتاعنا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير وتتمنى لنا من قلبك الخير، وأكيد ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وكالعادة لو انت وصلت لحد هنا فخد قلبي يا عم. سلام.